ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني ورجعنا بعد غياب، ومتشكرة لكل حد سأل عليا، ما تحرمش منكم ابدا. هنعمل وصفات على قد الايد، هنحارب غلاء الاسعار، وكمان هنحارب الكهرباء اللي كل شوية بتقطع علينا، وهنعمل وصفات موفرة في السعر وكمان في الكهرباء. يلا بينا نبتدي باول وصفة. معايا ميه وملح وزيت، وانا لغايه النهارده بسلق المكرونه بالطريقه دي. هنزل بمكرونه سباكيتي زي ما هي، اللي حابب يكسرها على 2 او على 3 براحته. وبعد ما المكرونه تنزل جوه الحله نبدا نقلب فيها لمده 5 دقايق علشان ما تمسكش في بعضيها، ونسلقها لمده 8 دقايق بالظبط. معايا معلقه كبيره زبده مش مليانه، ومعلقه واحده زيت. هستنى لما يسخنوا، وبعد كده هنزل بالمكرونه اللي اتسلقت وغسلتها وصفتها، وابدا اقلب المكرونه في معلقه الزبده والزيت. بتفرق خالص في طعمها. واطفي النار بقى واغطي عليها، ومنساش اغطي عليها علشان ما تنشفش معايا. معايا بصلتين او واحده بس، شوية زيت، وهنزل بالبصلة اللي متخرطة او مبشورة او مفرومة، اللي يريحكم واللي تحبوه. بعد ما الزيت سخن معايا، وهستعمل في الوصفة النهاردة ربع كيلو لحمة بس. مكرونة البولينيزا على طريقتي النهاردة جربوها، بالمكون السحري اللي هنحطه هيضاعف كمية اللحمة. معلقتين صلصة طماطم، ورشة جوزة الطيب بتفرق في طعمها، ومعلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة زعتر، وبابريكا وفلفل. وطبعا المقادير بتبقى على الكمية اللي احنا مستعملينها. معلقتين شوفان، وده المكون السحري اللي بيضاعف كمية اللحمة، مش بيبان خالص ومعظم المطاعم بتستخدمه. ريحته بتبان، طعمه بيبان ابدا. جربوه وهيعجبكم جدا. كوبايتين طماطم متسبكة، وكوباية مية ضروري تكون مغلية، بس بعد لما الطماطم تسخن معايا. بأكد المية لازم تكون مغلية. اسيبها تغلي براحتها، وكل شويه بتنفش معايا اضيف لها ميه سخنه مغليه ضروري. ولما الزيت يطلع فوق الوش كده تبقى الصلصه معايا جاهزه، وكل ما تنفش ازود لها ميه سخنه. هنعمل سلطه الحاتي بطريقه جميله جدا هتعجبكم. طماطم وخيار وجزر وفلفل حامي وبقدونس وشبت، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر، وفلفل وكمون، ربع كوبايه خل، نص كوبايه ميه، عصير ليمونه كبيره. المقادير كلها بتتضاعف على حسب الكمية، وطماطمايه مبشورة. واقلب كويس لما الملح والسكر يدوبوا. هنزل بكل الحاجات اللي قطعناها، الطماطم المتخرطة والفلفل الرومي والجزر المبشور والخيار والفلفل الحامي. انا اخدت بس يدوب ربعه، اللي حابب حامي يضيفه كله. والشبت والبقدونس، ممكن نضيف جرجير، اي خضرة احنا بنحبها. انا استكفيت بكده، وطعمها بجد حلو قوي. قدمتها مع المكرونه البولينيز. بجد جربوا المكرونه هتعجبكم قوي، وزي ما قلت لكم كل ما تنفش معاكم وحجمها يتضاعف زودوها ميه مغليه مش اكتر. سلطه الحاتي دي كمان هتعجبكم قوي بالميه بتاعتها. قدمتها في كوبايه كده علشان نستمتع بيها. جربوا الاكله النهارده هتعجبكم، والف هنا.